يعني اهم شيء التوقيع يكون يعني لغرض فني، هو جاي يلعب كوره في نادي النصر يعني. محمد نور لاعب كبير، نجم من نجوم الكره السعوديه، من نجوم القلائل في الكره السعوديه. خرج من نادي كبير، اتى لنادي كبير، ان شاء الله يقدم مستوى ممتاز مع نادي النصر. ونجني ثمارها احنا في نادي النصر. طبعا محمد في الاخير لاعب من ضمن مجموعه لاعبين ان شاء الله كمجموعه نحقق ما يريده الجمهور باذن الله. احنا في الاداره ومحمد نور بالعكس يعني، والاخ عبد الله الحمدان كان له دور في هذا الموضوع. الحمد لله ما تاخرت كثير يعني، كنا متقاربين بكل يعني بالمبالغ الماديه بمده العقد، وخلصناها بسرعه الحمد لله. بالعكس يعني بالنسبه للعمر، اذا اللاعب يعطيك فنيا يعني يعطيك ولياقيا ممتاز وفنيا ممتاز، ما يهم العمر يعني صراحه. احنا يعني نشوف قدامنا اسطوره حيه، هو حسين عبد الغني الى الان ما شاء الله عليه يقدم مستويات كبيره يمكن ما يقدمها لاعبين في بداياتهم. لكن محمد نفس الشيء ان شاء الله، احنا شفناه هذا الموسم يقدم عطاءات كبيره جدا، وان شاء الله يقدمها مع نادي النصر باذن الله. لا انا اقول للجمهور يعني عشان لا يثيرهم الاعلام صراحه، صفقات محليه كبيره جدا يعني، او انك ما اعتقد. احنا بنركز على الاجانب بشكل قوي جدا، يمكن نجيب محليين في مناطق نحتاجها، لكن انه يتوقعون انه صفقه يعني مبلغها كبيره وهذا، احنا ما نرى انه هذا في مصلحه نادي النصر الان. أمير، خليني أسألك السؤال بالتحديد. من تحدث عن تصريح الأمير فيصل بن تركي في فترة سابقة كان تصريح حاد وغاضب على محمد نور في مواسم سابقة. البعض تحدث كيف يلعب محمد نور في ظل غضب الأمير فيصل بن تركي من خلال التصريح السابق. هذا شيء مضحك صراحه يعني، شيء حصل من 5 6 سنين. محمد يظل لاعب كبير وكلنا نعرفه. الحين لاعب في نادي النصر، وان شاء الله يقدم مع نادي النصر